فيتامين مهم جدا لجهازك العصبي، له دور كبير في نشاط خلايا المخ، وكمان مهم جدا في تكوين كرات الدم الحمراء، لان نقصه ممكن يكون هو المسبب الرئيسي للانيميا اللي عندك. خلونا كده نعرف اصلا مصدر فيتامين بي 12 ايه. اهم مصدر للبي 12 هو البروتين الحيواني، زي مثلا لحوم حمراء او كبده، وبرده ممكن تاخده كمكمل غذائي. هعرفكم الادويه كلها في اخر الفيديو. خلونا كده نعرف مين الحالات اللي عندها اصلا نقص فيتامين بي 12. اولا الحالات اللي عامله تكميم في المعده، لان استئصال جزء من المعده ده بيأثر على حمض المعده، وحمض المعده مهم جدا في امتصاص وهضم فيتامين بي 12. كمان الناس النباتيين اللي دايما اكلهم بيعتمد في البروتين على البروتين النباتي وما بياخدوش اي بروتين حيواني، دول عرضه لنقص فيتامين بي 12. كمان الناس اللي عندها امراض في الجهاز الهضمي زي السيلياك والكرونز ديزيز، دي امراض في الجهاز الهضمي بتاثر على امتصاص فيتامين بي 12، ولو عندك فتاكد ان عندك نقص فيتامين بي 12. اخيرا الناس اللي عندها مقاومه انسولين وعندها مرض السكر، فهم معرضين لنقص بي 12، خصوصا لو بياخدوا ادويه زي الميتفورمين، لان الميتفورمين بيأثر على امتصاص فيتامين بي 12 وبيقلله في الجسم. دي كلها الحالات اللي عرضه ان يحصل لها نقص فيتامين بي 12. طيب خلونا نعرف كده فيتامين بي 12 كمكمل غذائي. هو موجود على هيئه اقراص، كمان ممكن تاخده على هيئه حقن، وبرده ممكن تاخده على هيئه اقراص تحت اللسان، وكمان ممكن تاخده على هيئه شريحه على اللسان زي مثلا المسايل تكنيك. هتاخده مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع على حسب نقص فيتامين بي 12 عندك. وكمان عشان يمتص بافضل صوره ضروري انك تاخده على معده فاضيه، زي ما احنا قلنا حمض المعده بيلعب دور كبير في امتصاصه. وكمان زود معاه كميه الميه اللي هتشربها، لانه فيتامين بيدوب في الميه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير عشان الكل يستفيد. انا الدكتوره هاجر فراج، ومعاكم في مليون معلومه طبيه.